بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أهلا وسهلا بالمتتبعات الحلوات. اليوم وصفة تاع اليوم واش راح نقول لكم أسهل ما يكون. عندنا شوربة البصل، هي تسمى شوربة البصل صح الذوق تاعها زعما ما فيش بصلة بزاف. وعندنا البوريك بالثوم. أول حاجة نجيبوا حبة بصلة كيما رانا نشوفوا، حبة بصلة، حبة فلفل، حبة بطاطا وحبة سنارية. نذوبوا مغرفة تاع السمن، نجيبوا طرف صغير تاع سكالوب ولا شوية من دجاج، ونحطوا الخضرة تاعنا كامل مع بعضها تتقلى. حطوها كامل تتقلى في السمن وشوية تاع دجاج، يعني قدر طرف صغير قدر ما ينحي هذيك الكو تاع السماطة. ثم نقليوها مليح، نزيدوا شويه ملح ونقليوها على نار هاديه. لا مش نار هاديه، نقليوها على نار وصاي. ثم نحركوا حتى نشوفوها بدا يذبل شويه هذاك البصل وهذاك يحكمها تما بداو يذبلوا. نضيفوا عليها شويه تاع فلفل الكحل، مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل ومغرفه صغيره تاع كمون، شويه ونخلطوا كامل مع بعضهم. هذه الوصفه تاع واحد يكون مخنوق ما لقاش واش يدير. هذه الشوربه هذه بالذات تكون تاع واحد يكون ما تلفت له واش راح يدير. بعد ما طابت، بعد ما ذبل كل شيء، نزيدوا كاس تاع الماء، اي كاس عندكم، كاس واحد، ونزيدوا كاس ثاني هكذا كما رانا نشوفوا. انا ديما ندير الماء دافي، زعما الماء دافي، ونخلطوا مليح ونرجعوها طيب على نار الليله. معناتها ما تديناش وقت طويل قاعد غير خضره فرات. هنا بعد ما طابت رحيتها بالروبو وزدت لها من الميكسر، انا ديما نقول روبو، زيدوا لها مغرف تاع كريم فريش. اللي ما عندوش يدير فرماج هذيك الصغيره، حبه وحده تكفي، زعما حنايا رانا بغينا حاجه صحيه. ثم ننتقلوا للوصفه الثانيه، بوراك بالطون ماشي تاع طماطم، تاع الزيت. عندنا المكونات، يجي واحد البنه، يجي فيه البنه تاع الحوت، شغل راكم درتوه بالحوت، هذا اقتصادي مليار على 100. عندنا المكونات كالتالي: عندنا 2 حبات بطاطا نقشروهم ونقصوهم ونحطوهم يغليو، يعني شغل راح نديرو بيري. شوفوا انا لاحظت بلي كي نقصوا البطاطا هكا طيب خير ما نحطها ديريكت ومن بعد نولي نقشر فيها دوبل طرافاي. عندنا نجيبوا حبه تاع بصله صغيره قليتها مع الثوم، ونحطوا البطاطا تاعنا كي طابت، مكونات يعني بسيطه. ومن بعد وراها نزيدو نحطوا مغرفه تاع الزبده، نقدر نديرو مغرفه صغيره مش لازم، ونديرو شويه بهارات، شويه راس الحانوت مع شويه فلفل الكحل. عندنا شويه زيتون كحل، تحبوا ديروا الخضر ديروا. عندنا بطاطا نحيو منها الزيت باش ما تطلقلناش هذيك الشغل يدور عليكم قلبكم ولا فيها الزيت. ولا مغرفه صغيره تاع الهريسه. عندنا المعدنوس، مش تقدروا ديروا معدنوس، هي دبشه، 2 مغارف تاع الدبشه ولا، وخلينا ديك الدبشه باش نزينوا بها على الاخر. نخلطوا. وعندنا 2 حبات عظام مشرشمين كيما رانا نشوفوا، نضيفوهم على بعضها. نحكموا كامل هاد الخلطه كامل، نهرسوها. انا درتها غير بالفرشيطه برك، هرستها مليح حتى نخرجها، حتى نتخلط كامل المكونات كامل مع بعضها كيما رانا نشوفوا. ثم نضيفوا شويه تاع الملح فيها، ونبداو نشكلوا البوراك تاعنا. نشكلوا كيما تحبوا، كاين شكل مثلثات، كاين شكل. انا ما نحبش ندير هذاك البوراك يكون رقيق بزاف، نحب ندير حبه تكون كبيره، وخير حبه واحده نعمرها مليح باش تكون هذيك هي البوراكه تاعي. نحلوا بوراكات كيما هكا، ونعمروا البوراك تاعنا عادي، ونديروا فيه شويه فرماج
ونكملوا العمليه. هاد الوجبه هاد الحشوه هذه دير لنا حشوه تاع 10 اشخاص، يعني يكفي البوراك هذا، الحشوه هذه تكفي ل10 اشخاص. كما راكم تشوفوا انا ما نديرهمش رقاق، في رمضان نحكم نديرهم رقاق ونديرهم مثلثات اما في الايامات العاديه نحط بوراكه تكون كبيره والسلام، زعما داك الذوق. ونقليوهم كما العاده، نبغيو نحطوا الزيت ونقليوهم. كي نقليهم انا ما نحبهمش يبقاو لي هذوك الصفر، حب يكونوا حمر مقرمشين كيما راكم تشوفوا في الصوره. هذه الطبخه هذه شوفوا من ناحيه الشوربه هي تكفي 3 اشخاص، اللي حب يضاعف يزيد في الكميه، يعني حبه بصله تولي 2، حبه فلفل تولي 2، حبه سناريه تولي 2، وهذه هي. والدجاج يبقى هو، زعما ما محتاجينش نحطوا كميه كبيره تاع دجاج باش تجيب لينا. وما نحكي لكمش على البنه رائعه، وصفه ناجحه مليار في المية. نشفى هذه الوصفه كنت هزيتها من عند وحده في منتدى الجلفه، بنينه بزاف. اول مره جربتها، من اول مره وانا وهي عجبتني الى يومنا. ما تنسونيش بلايك وشير كومنت. شكرا على المشاهده، واهلا وسهلا بكل وحده انضمت لينا جديده، وشكرا جزيلا على المتابعه، وشهيه طيبه اكيد للجميع.